في إكرامه أصلا. إذا الآية تقول أن الله عز وجل أنزل إنجيلا على عيسى عليه السلام، تمام؟ وكتابك ليس منزلا ولا أنزل على عيسى عليه السلام. بقول لي بقى لا مؤاخذة يمين، لما كتابك بقى بيقول أخت صغيرة ليس لها ثديان فماذا نصنع لها في يوم تخطب؟ أبوك زيكو بزرط بقى الوسخ ده يقول لك إيه؟ بيقول لك لا مش في النص ده، في النص الثاني، ما أجمل رجليك بالنعلين يا بنت الكريم، دوائر فخذيك مثل الحليب. ده كتابك بقى، لا مؤاخذة يعني، ده كتابك بقى. الواد زيكو بزرط دوت يقول إيه؟ بيقول إن أفخاذك هنا بقى يعني مفاصل رجليك. إيه رأيك في الكلام دوت يا مينا؟ ده الواد زيكو بزرط بيقول كده، بيقول ما أجمل النص اللي في كتابك في نشيد الإنشاد، ما أجمل رجليك بالنعلين يا بنت الكريم، دوائر لمؤاخذة فخذيك يعني مثل الحلي. زيكو بزرط القسيس بتاعك اللي عامل لي إعادة نشر في صفحتك بيقول إن دوائر فخذيك هنا يعني إيه؟ يعني مفاصل رجليك. بقول لي بقى إيه رأيك في الكلام الهايف ده؟ قول لي يا مينا يلا. دي آية أنت أصلا ما فهمهاش الشيخ، وصعب طب انت هتفهمها عشان أنت ما عندكش قبول إنك تفهمها. ماشي طيب، فمعلش ما تتعب هو نفسي معلش وأتعبك أنا. معلش، تمام معلش، ما هو انا يعني الكتاب بتاعي قال لي ما اما الرجل ففارغ عديم الفهم وكجحش الفار يولد الانسان. كتابك اللي قالها، كتابك هو الذي قال في سفر الجامعة ليس للإنسان مزية على البهيمة فكلاهما باطل. يعني كتابك بيقول لك أنت والبهيمة واحد، ده في سفر الجامعة بقى، أنا ماليش دعوة، ده كتابك في سفر الجامعة. وعندك نص آخر في سفر المزامير يقول إنسان في كرامة يشبه البهيمة التي تباد. هذا في سفر المزامير في كتابك، تمام؟ المهم أنا خلاص مش فاهم النص الذي في كتابك في سفر نشيد الإنشاد 7:1 يقول ما أجمل رجليك بالنعلين يا بنت الكريم، دوائر فخذيك مثل الحليب، تمام؟ صنعة يدي صنع. أنا مش فاهم النص، خلاص أنت اللي فاهمه بقى، قول لي بقى إيه معنى النص. معلش يا جماعة نحن ما أنت يا بنعرض شيخ أنا لو فهمتك الوحي عند النصارى أنت مش هتقبل الشيء. لا لا أنا هتقبل، لو ما تخافش فهمتك أنت مش انت بس، انت هتقبل قول عشان أنت ما بس. عندكش قبول إنك تفهم. طب انت قول بس، قول يا ما أنا سفيه. أقعد أتعب نفسي وبدهاتي على حاجة يا عم فاضية. تتعب نفسك ايه، بس قول شوف قول لك قول. سؤال غير الشيخ. لا لا قول، ما هو برضه التاني هتقول لي مش متقبل تفهمه. لا 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 لا، هات سؤال غيره هرد لك عليه. يعني ده مش متقبل اني افهمه، بس سؤال تاني عادي ترد لي لا عليه. لا، ليه انت بقى؟ ما اصلي لك سنه بتطلع وشغال يا بتقول عم رجليان ومش وكد اللي معلش فهمك انت معلش معيش تفهم. معلش، ما هو يمينة عشان انت اتزنقت في السؤال فقلت ده انت مش متقبل انك انت تفهمه. لا انت بس، انت مجرد يعني انك انت مزنوق في السؤال بس يعني. لا انا مش هسيب السؤال ده. طب انت خد بتفسير زيكو بزرط اللي عامل لي اعاده نشر في صفحتك. زيكو بزرط يقول ان دوائر فخذيك هنا يعني ايش؟ مفاصل رجليك، يعني لحم عليه مفاصل. هذا زيكو بزرط أيضا صعب عليه فهم النص يا مينا اللي فهمه أنت. ده مش فاهم خالص، ده لا مينا فاهم ولا بزرط فاهم ولا واحد فيهم فاهم اساسا. اللي فاهم اسلم. قول لي يا مينا يلا اشرح لي النص. انا اؤمن برب واحد يسوع المسيح وليس ماشي، شيء. ايوه والاب والابن والروح القدس ارميهم على جنب، خد لك يسوع المسيح بس. المهم ما كله انت علينا. فصلت اصلا كنت يا بكمل عم وانت فصلت. يا عم مينا، تؤمن بواحد بتؤمن ب10 مش موضوعي، جاوبني على تفسير كتابك. اقنع الناس الان، عندنا 10,000 واحد، اقنعهم قول لهم يا جماعه انا عندي الوحي بتاع كتابي بيقول ما اجمل رجليك بالنعلين يا بنت الكريم، دوائر فخاذك مثل دوائر فخاذك مثل الحليب. قول لهم يلا، قول. ما ردتش على قول سؤالي يا الشيخ برضه، لستموني، اقول لك قول ما انا. تتكسفش، ما تتكسفش يا واد يمين، يا واد يا جدع قول. ما انت يا قول شيخ ما رديتش على سؤالي يا الشيخ، انت لو رديت رد معلش، على سؤالي. ما انا مش بعرف ارد رد على بقى، انت اللي سؤالي. بتعرف ترد، انت اللي مثلا بتعرف ترد. على المائده، على مينا بقول لك ايه يا مينا، المائده. انت بس شوف. طب اسمع انا هزقك زقه، وانت ايه كمل الباقي ماشي. انا هزقك الزقه الاولى، تمام؟ هغششك في ما اجمل رجليك. ما اجمل رجليك يعني
ما أجمل رجليك يعني رجلين الكنيسة. يلا زقتك الزقة الأولى، كمل بقى. يلا كمل بقى. يا شيخ كمل ليه قلت وانت له ايه ما قايم يا شيخ؟ سمعناش. خلاص انت كده قمت بالواجب. انت قمت بالواجب، كمل باقي قمت الواجب. بالواجب، قمت بالواجب. يعني أنت مقتنع بهذا الكلام صح؟ انت شايف كده يا شيخ؟ طيب شوف، ماشي ماشي. عارف الثديين المذكورات في نشيد الإنشاد في كتابك؟ القمص تدرس يعقوب ملطي بيقول عن الثديين هنا العهدين القديم والجديد للكتاب المقدس. ايه رايك في الكلام ده؟ كلام برضه حلو. حلو. طب خلاص، ما تسموه الثدي المقدس، ليه بتسموه الكتاب المقدس؟ صح ولا مش صح؟ مش هو القمص تدرس يعقوب ملطي يقول ان الثديين المذكورات في نشيد الانشاد المقصود بثدي العهد القديم والثدي الاخر العهد الجديد؟ ما هو كتاب شيخ النصارى. ليه عم تغلط؟ اصبر بس يا جورج، احنا مش بنغلط، احنا بنجيب تفاسيرك وكتبكم. نحن بنجيب بس ليه عم تفاسير تقول ثدي بتاعتكم. الكنيسه وثدي المقدس؟ يا عم ثدي الكنيسه ايه يا ده؟ عم والله تفسيركم انتم، وانا مالي الله. حبيبي الدين المسلم يحترم المسيحيين. الدين المسلم انت ليه عم يحترم. تغلط؟ بس هذا طب متذكره اصبر. يا شيخ؟ يا شيخ عارف عارف. يا شيخ واحد الشيخ يتكلم بس اصبر لا يا مؤاخذة. شيخ يا شيخ يا شيخ، ده لا كمان مؤاخذة يا يا شيخ. شيخ. هترجع حبيبي علينا احنا ولا ما ايه يا عم؟ محترم يا شيخ. يا جورج لا تفتح جورج المايك اثناء ما يتكلم الشيخ. جورج كبس تحت لحد ما يجي غير دورك. الكلام من غير كلام. وهذا الصح. يا مينا، مش عارف النصارى بيعتبروا هذه الشتائم؟ والله هذه تفاسيركم. بالله عليكم، من الذي يفسر نشيد الانشاد انه هو المقصود به الكنيسه؟ كل الكنيسه الارثوذكسيه بتفسر هذا التفسير، بيقول لك الثديين المقصود بها ثديين الكنيسه، والرجلين رجلين الكنيسه، والسره سره الكنيسه، ومش عارف، والكنيسه هي العروسه والمسيح هو العريس وكذا. الكنيسه الارثوذكسيه هي التي تفسر هذا الكلام. لما ناتي نحن ننقل هذا الكلام يقول لك ما تسبش يا شيخ. شيخ المسلم ما بيسب يا شيخ. ما يعرفوش المسلم ما بيسبش الا في هذه اللحظات بس، هم قساوستهم يسبوا ليل نهار عادي. على كل حال، يلا يا مينا، هتجاوب ولا مش هتجاوب؟ يا شيخ القرآن بتاعك بيقول لكم دينكم ولكم دين. ايوه دلوقتي بقى لكم دينكم ولي دين، وانت انت نص عايز وانت تسهر وعايز فلوس. اسكت يالا، امشي امشي يالا، امشي يلا امشي يلا ايه بس امشي يالا ابن يا المرشومه. مرشوم. قاعد هالوسخ هذا صفحته كلها مسبه للاسلام. هذا اللي يقول لك لكم دينكم ولي دين صفحته كلها مسبه للاسلام يا اخوه. لذلك انا قلت له يا وسخ. ما فيش رحمه مع السبابين للاسلام. سبابين الاسلام وسخين وزياده اخرى. هالمرشوم هذا اللي مرشوم في الكنيسه صفحته كلها شتائم للاسلام، وعامل اعاده نشر لقساوسه يسبون الاسلام، وجاي هنا بكل وقاحه لكم دينكم ولي دين. شويه اكياس برغل.